السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لك أرخص لابتوب كويس جدا لصناع المحتوى البرمجة، وهيسد معاك. اللابتوب ده حرفيا حمار شغل، واللابتوب ده ديل 4800. اللابتوب ده يبقى كويس معاك في حدود اللابتوب سعره في حدود 6000 7000 جنيه، يعني سعره كويس جدا. اللابتوب ده ممكن يشغلك برضه ببجي لو انت ليك في الجيمنج شوية، بس هو مش مخصص للألعاب. هنزل بعد كده فيديوهات على القناة لابتوبات، هتكون لابتوبات مخصصة للألعاب والجيمنج. والمعالج بتاع اللابتوب ده هو الاي 7 4800 كيو. المعالج ده كويس جدا، اداؤه كويس جدا، بيبقى يعادل الاي 7 370 اللي هو بتاع الكيسة. والمعالج الاي 7 370 عايز اعرفكم ان المعالج ده كويس جدا للمونتاج، وكويس جدا برضو في الالعاب. وبيجي معاه كارت شاشة كي 2100. الكارت ده كويس جدا، اداؤه يقضي الغرض يعني، بس مش قوي في الالعاب. وبيجي مع 8 جيجا رام وهارد 500 جيجا، وانصحك تحط له اس اس دي تحط عليه النظام، عشان 500 جيجا دلوقتي ما الهارد ذات نفسه ما بقاش يعني هيشيل لك عقبال ما يفتح الجهاز. نصيحة من اخ لاخويا، فتشتري له هارد اس اس دي يعمل له 300 جنيه ولا حاجة. وهي دي مواصفات اللابتوب ده. زي ما انتوا شفتوا شكله، بيجي بتيجي شاشته شاشته. بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، والشاشة ألوانها كويسة، بس اللابتوب كشكل يعني مش هيعجب الكل، بس هو مناسب أكتر. لابتوب مناسب لفئته السعرية، واللابتوب ده بيجي فيه كل المداخل بتاعته وأي حاجة. وزي ما شفتوا اللابتوب يا جدعان، والمراجعة بتاعتي ليه، واللابتوب ده كويس زي ما أنا قلت صناع المحتوى، أي حد بيبدأ في البرمجة وليه في البرمجة والكلام ده كله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى الاشتراك واللايك، وتابعوني هنزل حاجات كويسة جدا.